الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج القضية ممكن، ولسه بعد ماتش سيراميكا والتعادل اللي حصل في ماتش سيراميكا بفعل فاعل الحكم المرتشي الحاقد على النادي الأهلي. خلينا الأول أبدأ معاك عشان بس تعرف العقليات اللي احنا عايشين معاها، أو العقليات المضحكة اللي احنا بنواجهها. عشان بس زي ما كانوا بيقولوا أصل انتوا الأهلاوية زعلانين وبيصيحوا من التحكيم، اللي هو في خيالهم ان التحكيم بيجامل النادي الاهلي. طيب، في 2020 وتحديدا في نهائي دوري ابطال افريقيا اللي الاهلي شمط فيه الزمالك وكسب منه البطوله على قفاهم، انتوا عارفين ان كان في 3 لعيبه او 4 لعيبه من نادي الزمالك كان عندهم كورونا، وكان في لعيبه من الاهلي عندها كورونا. الزملكاويه لحد الان يعني مصممين ان الاهلي هو السبب في موضوع ان لعيبه الزمالك طلع عندها كورونا ايجابي، معرفش ازاي، ولكن خليني بس اقول لك الموضوع. لعيبه الزمالك ال3 لعيبه او ال4 لعيبه اللي هم قال يعني لو موجودين كانوا هيكسبوا الزمالك، ولكن الناس دي او اللعيبه دي اتعملت لهم التحاليل وطلعت ايجابي وعندهم كورونا، والعالم كله شاهد. حتى بعد البطوله اخدهم امير مرتضى وعمل لهم تحاليل داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من في جوه نادي الزمالك، وقعدوا حوالي شهر ونص او شهرين ما بيجوش النادي عشان عندهم كورونا اللي لحد دلوقتي. فانا مش بتكلم بقى على ايه، انا بتكلم ان انا اهو في دليل ان انا بتكلم على التحكيم، ان التحكيم ظلمني والدليل واضح والعالم كله شافه والعالم كله شاهد عليه، وما بين ان انت بتدعي المظلومية دايما بدون اي دليل. يعني انت بتدعي ان انت مظلوم بدون اي دليل. فخليني اقول لك ان وقتها لما طلع لعيبه الزمالك عندها كورونا رسمي، الزملكاويه في دماغهم ان الاهلي هو السبب. اركن بقى الجزئيه دي، خليني اكلمك في الجزئيه التانية. فانا يعني كاهلاوي برد على زملكاوي مدلس زيك، فبقول لك انا معايا دليل ان الحكم ظلمني في الماتش، فطالع اتكلم عن الظلم اللي حصل في الماتش، مش طالع اقول لك ان انا بتظلم والتحكيم عليا بدون اي دليل، زي ما انت بتقول ان انت خسرت نهائي دوري الابطال عشان خاطر الاهلي جاب تحاليل ايجابيه للاعيبتك. فانت مفيش دليل، انت امير مرتضى اصلا هدم اي حاجه انت كنت بتتكلم فيها، فانت تظن زي ما انت تظن، انت حر. ولكن انا بتكلم بدليل. انا بقول لك في ماتش سيراميكا ليا ضربه جزاء، الكوره جايه في ايد لاعب سيراميكا، والحكم حكم الفار محمود عاشور الزملكاوي بعت للحكم الساحه الزملكاوي عشان يتفرج على الكوره ويبص عليها. طبعا الحقد الزملكاوي الدفين والفساد طلع وقال لك اصل ما فيهاش حاجه. يا راجل يا طيب، دي ما فيهاش حاجه. فهمت؟ فانا بتكلم على ايه، او احنا كاهلاويه بنتكلموا في ايه؟ عشان الزمالك بيقول لك اصل انتوا بتسيحوا. لا يا حبيبي، احنا مش بنسيح، احنا بنتكلم بدليل ان احنا اتظلمنا. انما انت هات لي دليل ان انت اتظلمت، مفيش. حكم الاحتواء محمد عادل، يخرب بيتك يا ميدو، الكرة خابطة من الأرض لإيده وحسبها ضربة جزاء. التسريب بتاع اللي طلع بتاع سيادة المستشار محتاج بطولة يستر بيها نفسه. ماتش سموحة والزمالك في نهائي الكاس في 2017 تحت تقريبا، لما قال لك اصل المستشار محتاج بطولة يستر بيها نفسه بعد ما سموحة كانت دافعة فلوس الحكم الأجنبي، جابوا طرمخوا وجابوا لهم حكم زملكاوي، أو جابوا لهم حكم على مزاج الزملكاوية يعني. أنت فاهمني؟ ويلا عشان يكسبوا بطولة. الكرة أصلا بتاعت كاسونجو اللي طلع بيها على المدافع بكوعه أصلا فاور. الهدف اللي جابه كاسونجو ساعتها والزمالك كسب بيه الكاس، او الزمالك تقريبا اتعادل وراحوا لضربات جزاء حاجه زي كده. الكرة اصلا فاور، الكرة اصلا فاور. انت فاهم؟ فانا لما بتكلم على التحكيم انا بتكلم بدليل، انا بقول ان انا اتظلمت ومعايا الدليل، دليل اهو ان الحكم ما حسبليش ضربة جزاء، العالم كله قال صحيحه ما عدا الزملكاويه المدلسين. فانت بتتكلم، انت ما عندكش دليل ان انت بتتظلم، انت بتطلع تقول انا معمول عليا مؤامره، وان الكرة دي لو كانت في الزمالك كان زمان الزملكاويه بيصيحوا وان بيكلمونا بقى ان ازاي الدوله واتحاد الكوره والاهلي متفقين ومتآمرين ان هم يدمروا نادي الزمالك، والله كان هيحصل.
فانا لما بتكلم على تحكيم انا بتكلم مش ان انا بقول في مؤامرة، لا انا بتكلم بدليل ان انا ليا حق وبتظلم. زي ما انت بتقول ان انت ليك حق وبتتظلم، فانا بتظلم. فالتحكيم بيجاملك احيانا وبيجاملني احيانا، وانت بتتظلم وانا بتظلم. لكن التحكيم مش جايبه من جيبي، مش بتاعي. فلما بتكلم انا بتكلم زي ما بقولك بدليل. فاللي حصل من الحكم الزملكاوي اللي الناس بعد الماتش طلعوا كل اصحابه الزملكاويه بيهنوه على قوته وعلى جرأته وعلى شهامته، معرفش يعني على ايه. ان هو اصلا يعني ايه، تغاضى عن، يعني ده تغاضى عن حق حساب ان احتساب ضربة جزاء للنادي الاهلي. فنيجي بعد الماتش تلاقي الزملكاويه بيهنوه، بتهنوه على ايه؟ يعني انتوا كزملكاويه ايه اللي هو عمله ان هو يستحق يتهنى؟ فطبعا هنيجي لبيان النادي الاهلي، ان هو البيان اللي يعني اللي هو البيان الرقيق. اللي عارف انت البيان، الحاجه اللي تبقى الحاجه اللي هي لاي كلام، هو بيان رقيق. اللي هو اصلا هقول لك انا بقى من برضو من حته المجاملات، او ان الزملكاويه بيتكلموا بدون دليل. يقول لك اصل انتوا اللي بتتجاملوا. انت على قناه نادي الزمالك كان بيتم تعيين حكام للنادي الاهلي. انتوا الماتش الاهلي اتعين الحكم حماده القلاوي. مش فاكر ماتش زد باين ولا ماتش طلائع الجيش. ده لجنة الحكام أعلنت الحكام اللي هتحكم. ثم نفاجأ على قناة الزمالك يتقال هو طارق مجدي فين، ما بيحكمش للأهلي والمفروض يحكم للأهلي. تاني يوم اتشال حمادة القلاوي واتحط طارق مجدي على مرأى ومسمع من العالم كله، واضحة وضوح الشمس. عشان بس يقول لك اصل انتوا اللي بتتجاملوا. هو في مجاملات اكتر من كده؟ يا مدلسين يا اللي ما حدش فيكم زملكاوي شفته بيقول الحق وبيقول الصراحة. فانت اصلا في وسط ناس، انت الحكام بتاعتك بتتعين لك من قناة الزمالك، ويطلعوا المدلسين. عارف انت اللي هي المثل اللي بيقولك المحترمة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك، اهو ده اللي بيعملوه. يطلعوا يعينوا لك الحكام من قناتهم، من اعلامهم المدلس، ويطلع يقول لك اصل التحكيم بيظلم الزمالك. يا ابني ده انت لو دورنا في تاريخك هتلاقي تاريخك كله مليان بلاوي. انت الحكام ما بتجاملش غيرك اصلا. محمد عادل الاحتواء، هو ما بيحكملكش ليه؟ محمد عادل الاحتواء ما بيحكملكش ليه؟ وميدو والكرة جت في ايده. مش ده برضو كان حديث ما بين حكم الساحة وحكم الفار اللي الاهلي بيطالب بيه دلوقتي؟ اللي بالمناسبة لجنة الحكام او رئيس لجنة الحكام قال لك مفيش مشكلة يعني ان حد نادي يطلب المكالمة او المحادثة اللي حصلت ما بين حكم الفار وحكم الساحة. انتوا كزملكاويه زعلانين ليه وبتحزقوا ليه؟ فانا يا ابني لو بحزق دلوقتي وبصيح مرة، فانا طول عمري ما بسمعش غير صياحكم وعياطكم وحزقكم والتحكيم والاهلي ومتآمرين. طب انا على الاقل ما بقولش في مؤامرة علينا. انا ما بقولش في مؤامرة من نادي الزمالك بقى عايز يخسرني. انما انا بقول لك ان التحكيم بيجامل نادي عيوطة، نادي اشمعنى اللي ما بيقولش غير اشمعنى وبيعيط كل شوية وعيوطة وحزوقة، بيجامله على حساب النادي الاهلي. فبيظلم النادي الاهلي عشان خاطر يجامل نادي حزوقة اللي انا بقول لك عليه ده. فانا لو بحزق دلوقتي، ما انت طول عمرك بتحزق. فانا لو دلوقتي زعلان ومتضايق من اللي بيحصل، مع ان انا معايا الحق ومعايا الدليل ان انا اتظلمت، انت طول عمرك بتحزق وبتعيط وبتسيح ومعكش دليل ان انت مظلوم. ده بالعكس، احنا كل ما ندور نطلع لك بلاوي ونجيب لك ان التحكيم هو اللي بيجاملك انت على حساب الانديه. يعني نفسي اشوف زملكاوي بيقول الحق، حكم زملكاوي مستني منه ايه؟ نيجي بيان النادي الاهلي. النادي الاهلي نزل بيان بيطالب فيه، هو احنا بنسال، احنا لسه هنسال هو التعين الحكم وفا ده اتعين ليه بالرغم ان هو جاي من ليبيا من 11 ساعه وتعين للاهلي، وان كان في ماتش في الدور الاول حكم ليه وكان فيه بعض الاخطاء وعليه كلام وشكاوي وبتاع. احنا لسه هنسال. انا كنت من امبارح قاعد مستني البيان بتاع النادي الاهلي هينزل. تين ترابين تين تين ترابان تنتين للحكام ولجنة الحكام وابو الوفا ده ولا اللي اسمه وفا ده، وما يحكمش للاهلي تاني ومش عايزين نشوفوه تاني، وان الاهلي بيطالب ان الخمس ماتشات الجايين بتحكيم اجنبي. افاجئ ان الاهلي منزل بيان. احنا لسه هنسأل.
لسه بقى هنقول ايه، اصل احنا هو ده ده جالنا ليه، واحنا مش عارفه ايه، واحنا اصل الدور الاول عمل معرفش ايه، واحنا محتاجين نسمع المحادثه اللي دارت ما بين الاتنين. هي ضربه جزاء يا حبيبي، ما هو بمجرد ان حكم الفار يبعت لحكم الساحه تعالى شوف الكوره يبقى هي ضربه جزاء اصلا. ما انا ما اعرفش انتوا بتتكلموا في ايه او بتهروا في ايه، انتوا بتتكلموا في ايه او بتهروا في ايه. انت قدام حكم فاجر ظلمك امبارح في الماتش، المفروض بقى نلاقي بيان تنهشهم، تنزل بيان تجيب حق النادي فيه، بدل ما انت بتنزلي بيان اصل احنا، هو انتوا عينتوا ليه، اه اصل انتوا بتعاملوني وحش ليه، اصل انتوا ما اعرفش ايه. يا كابتن بيبو ده كان ينزل بيان زي ما كان الزملكاويه او نادي الزمالك كان كل شويه ينزل بيان ويعيط يقول لك ان التحكيم والدوله واتحاد الكوره وعايزين يدمروا الزمالك والاهلي بالاتفاق معاه. طب احنا مش عايزين الحكام فلان وفلان وفلان وفلان، وعايزين فلان وفلان وفلان هم اللي يحكموا. ده عيني عينك، وانت جاي تقول لي اصل احنا بنسأل هو احنا جبنا انتوا عينتوهولي ليه. يا جدع يا جدعان، بيان رقيق، انت فاهمني، بيان رقيق ما يدخلش ذمتي بشلم ده على قناة الزمالك. زي ما بقول لك كانوا بيطالبوا الحكم الفلاني يحكم لماتشات الزمالك وكان بيحصل، الحكم الفلاني يحكم للاهلي وكان بيحصل. فدلوقتي بتعين لك الحكام من قناه الزمالك، انت بقى كاداره مش عارف تجيب حق النادي، خلاص انت ضعيف، مش عارف تجيب حق النادي ولا في افريقيا من عيسى سي اللي كان ظلمنا قبل كده في وطرد جراديشار من الهوا، ثم يجي تاني يعمل لك مشكله في ماتش الترجي، انت فاهم، وعافيه ذوق يخسرك الماتش وكان في تحفظ على لعيبه النادي الاهلي، وانت نايم في العسل ولا عارف تجيب حق في الدوري المحلي اللي بتتظلم فيه، ولا عارف تجيب حقك في افريقيا. برضه زي ما هيرجعونا برضه ل 2017 ولا 2018 لما الاتوبيس بتاع النادي الاهلي اتكسر واللعيبه اتعورت وخيطت وانت برضه ما جبتش حقك. نفس الكلام الجواب اللي اتخبى في نهائي دوري الابطال قدام الوداد واتخبى في الدرج في بلدك، ولحد الان الموظف اصلا من اللي عمل كده ما اتحاسبش. فانت بقى ده خلاص يعني انت اصلا ولا عارف تجيب حقك في افريقيا ولا في الدوري. فانت بتبقى بيان لازمته ايه بقى البيان لو انت مش كنتش هتنزل بيان تشكمهم فيه وتديهم على قفاهم فيه، يبقى بناقصها. ما الناس دي مش عايزين الطبطبة، الناس دي عايزين واحد زي سيادة المستشار مرتضى منصور لما كان يخش اتحاد الكورة يكسر عليهم، ده دخل الحمام على عضو اتحاد كورة، دخل عليه الحمام. فهم مش عايزين غير كده. انما انت بقى الطبطبه والخطيب وليه انتوا بتعاملوني كده وبتعملوا معايا ليه كده، يعني انت كده مش هتاخد حقك، انت كده مش هتاخد حقك من لجنه التحكيم الغريبه اللي مصره او اللي هي مش مصره او هي ان هي بتعطلك عافيه لصالح نادي حزوقه وعيوطه عشان ياخد الدوري، عشان يبطل عياط ويبطل حزق ويبطل كلام عن المؤامرات. اهو جايب لك حكم عليه لك وعليه مشاكل وعامل لك مشاكل وضربة جزاء عشان يجي اللاعب بتاع سيراميكا بعد الماتش يعمل مداخلة يقول لك انا ما كانش قصدي، اصل انا مش ما كانش يعني انا ما كنتش قصدي او نيتي ما كانتش جاهزة حاضرة ان انا اعمل ان انا مدي ايدي في الكورة. نية ايه يعني؟ وبعدين هو احنا القانون عارفينه ان الكورة جت في ايدك مباشرة خلاص، الكرة ولا جاية من مثلا من رجل زميلك او مثلا خبطت في زميلك وثم راحت لك انت في وسط الزحمة وجت في ايدك ماشي، انما انت واقف اصلا الكرة بتتعمل ده في ايدك وش، دي ضربة جزاء اللاعب يحسبها، ومع ذلك الحكم المرتشي الفاجر الفاسق ما يحسبهاش عشان يطلعوا شوية مدلسين زملكاوية بخطين يقول لك اصل الاهلي اللي بيتجامل. يا فاجر يا مدلس انت وهو بقى الاهلي اللي بيتجامل؟ يعني هو الاهلي في ماتش امبارح لو الاهلي بيتجامل كان اتجامل في الماتش بتاع سيراميكا ده في ضربة الجزاء دي، كنا قلنا لا هي مش ضربة جزاء والحكم جاملنا بقى. ما انا ما هقول لك ايه، طب انتوا هتخلوا الواحد يتجنن. ضربة جزاء الأعمى لو جبت واحد أعمى هيحسبها،
انت ما حكم ما حسبهاش، حكم الفار يستدعيه، ثم الحكم المدلس يقول لك لا ما فيهاش حاجه، ويجي قال ايه بعد الماتش؟ عايز يزغط في تريزيجيه، ويزغط ما اعرفش في مين، ويزق مين، وزعلانين ان الشناوي زقه ولا زغده ولا ضربه على قفاه. انا ما اعرفش عمل ايه. فانا لا، انا الشناوي الله ينور عليك. عشان بس في بعض المدلسين يقول لك ايه، هو الشناوي بياخد اللقطه، لقطه ايه على يا قفا انت وهو؟ لقطه ايه؟ انت شايف الحكم اصلا عمال يزغد في اللعيبه وعمال يزق وطول الماتش في قرارات خريانه معرفش جايبها منين. فتيجي تقول لي اصل لقطه الشناوي ايه يا عم؟ ما هو ده رد فعل، انت مستفز، از حكم مستفز. فانا المفروض هعمل معاك ايه؟ وان كنت انا يعني لا ما ينفعش تمد ايدك يا عم، بس هو اصلا هو اللي مد ايده الاول. يعني هو اساسا اللي زق تريزيجيه وزق ما اعرفش مين وكان عايز يطرد مش عارفه، ويدي انذار لوليد صلاح الدين، ويدي انذار ما اعرفش لمين. في ايه؟ هو في ايه يا عم؟ هو انت عايزين تكسبوا فريق معين الدوري؟ ما عنديش مانع. انا زي ما زي ما قلت في اول الحلقه، انا بتكلم بدليل، انا معايا دليل ان انت فاسد ومرتشي وفاجر. انت فاهمني؟ كمدلس وعايز تخسرني. انا معايا دليل، ما بطلعش اقول لك انا اتظلمت والماتش ما حصلش فيه حاجه. لا، انا معايا الدليل ان انا اتظلمت. انا معايا الدليل ان انتوا ظلمه. انا معايا دليل ان انا ليا ضربه جزاء وما اتحسبتش. فالزملكاويه المدلسين هم حرين بقى يدلسوا، هم طول عمرهم مدلسين، انا مش هاخد بكلامه. بس هو انا يعني هستنى زملكاوي يطلع يقول لي اصل انت، لا والله انت ليكوا فعلا، انتوا ليكوا ضربه جزاء؟ وانا اكيد مش مستنيهم. انا فيا عين. هتقول لي اصل الخبراء المحنكين على التلفزيونات طلعوا يقولوا ان ان الكرة مش ضربة جزاء. هقول لك انا برضو مش هاخد بكلامهم. انا راجل اهو، ولا لابس بدلة ولا جرافطة ولا بطلع على التلفزيون. انا راجل مشجع، بتكلم عن النادي الاهلي اللي انا بحبه. فبتكلم من منطلق ان انا راجل مشجع لاكبر نادي في القارة. فانا بشوف وبفهم، وفيا دماغ وفيا عين، اتفرج واشوف. شفت الكرة ضربة جزاء؟ انتوا بقى لابسين لي بدل وميكروفونات ومايكات وطالعين على التلفزيون بتاخدوا فلوس وتقولوا لي مش ضربة، انت حر. انما انا لا، ضربة جزاء. حكم مرتشي فاسد خسرني الماتش، عشان بعد كده لما يجي يعتزل ولا يجي يطلع معاش ولا غرفة 60 ده هيمشي، يطلع يقول لك شبه بقى، شبه نور الدين ما قال لك ايه، اصل انا ظلمت النادي الاهلي. الاهلي كان فيه ماتش ليه ضربة جزاء في طلائع الجيش، او ليه هدف صحيح تقريبا في ماتش طلائع الجيش، وللاسف انا ما حسبتهاش او ما حسبتهوش، وهي كانت صحيحه. احنا نستنى بقى بعد ما يعتزل ويغور في داهيه، يطلع يقول لك والله ده انا ظلمت الاهلي في يوم من الايام، وفعلا الاهلي كان ليه ضربه جزاء وانا للاسف ما حسبتهاش. هيطلع يقول كده. فانت بتنزل لي بيان، نزل بيان طخ 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 فيهم، واطلع قول انا مش عايز الحكم ده تاني. هو كده مش هيحكم تاني ان شاء الله يعني، بس انا اقول لك مش عايز الحكم ده تاني. وانا بطالب او بطلب ان انا هجيب حكام اجانب، وانا اللي هدفع فلوسهم، ولازم التحكيم، ولازم وحط قرارات يا معلمي، وتشرط وحط رجل على رجل. غيرك مدلس بيدعي طول عمره المظلوميه، وان هم بيتضربوا على قفاهم ومظلومين، وده اصلا مش هم اصلا مش مظلومين. وكان بيطلع يقول لك انا مش عايز فلان وعايز علان، وكان بيتنفذ لهم طلباتهم. ودوري الاحتواء بتاع، انت فاكر لما اتفقوا مع كارتيرون وقال لك احنا اتفقنا ان احنا نضغط ماتشات الاهلي؟ الزملكاوي ده كان اسمه ايه، رئيس البنك اللي هو بتاع السي اي بي بتاعهم ده اسمه ايه؟ نسيت اسمه. اللي هو قال لك احنا اتفقنا مع كارتيرون ان احنا نضغط الاهلي، نضغط ماتشات الاهلي عشان ما يلعبش مرتاح، واحنا الزملكاويه نلعبه ايه، الزمالك يلعب مرتاح عشان ياخد الدوري. ما كانش بيحصل. التسريبات اللي طلعت، واللي يقول لك اصل احنا مش هناخد حق، احنا مش عايزين ناخد، احنا مش مظلومين بس بندعي المظلوميه عشان ناخد حقوق مش حقوقنا، او ناخد اكتر من حقنا. وكل دي تسريبات. وسياده الموسيقار محتاج بطوله يستر بيها نفسه. ما دي من التسريبات اللي طلعت. وكل ده الفسده الفجره المدلسين يطلع يقول لك اصل الاهلي هو اللي بيتجامل. يا فسده، يا مرتشين، بقى الاهلي هو اللي بيتجامل وانتوا مش بتتجاملوا؟ كل دي مش مجاملات؟ دي المجاملات بتاعت الكفته. هو كده كده موسم اصلا، يعني ايه، حتى لو طلعنا من غير ولا بطوله مش هتفرق. اي موسم بنوعه، يعني انت كده كده بقالك كام سنه عمال تدي الانديه تلطيش على قفاهم، فمش مشكله لما تقع انت في النص، تقع لك موسم
مفيش مشكلة، هترجع تاني وهتكسب الفرق كلها تاني، وهتديهم على قفاهم كلهم تاني، وهيطلعوا يسيحوا تاني ويقولك احنا مظلومين والاهلي بيتجامل تاني. فمرة ليك ومرة عليك. انا المرة دي وقعت واتكعبلت، فمرة كل 5 6 سنين هرجع اخد الدوري تاني واخد افريقيا تاني، وهتفضل انت تلعب في الكونفدرالية وتاكل على قفاك، وتلعب لي ام حسن وتلعب لي ام ابراهيم وام حسين، ومتعرفش حاجة عن دوري الأبطال، وعامل لي فيها كبير، وأنت بقالك 24 سنة مش عارف تاخد دوري أبطال، ولما بتدخل بحصالة بتاكل على قفاك وتطلع من المجموعات. فعادي بقى، والعب بقى مع نادي مسلم و... ونادي مش عارفة أم حسن ونادي أم إبراهيم والبط الهندي والبط الصيني، وافضلوا صيحوا. فعادي، ما أصيح مرة أنا وأزعل مرة، وأنت طول عمرك أنا بسمع عياطك وحزقك وصياحك على طول. فما جاتش من المرة دي، شوية وشوية يعني بقى برضه عشان ما نبقاش فيها العملية. فطبعا 5 ماتشات ان شاء الله باذن الله انا كده كده هنكسب. احنا بقى ممكن نعتبر ايه، زي واحد حبيبي قال لك احنا هنعتمد على غباء الاخرين. هنعتمد على غباء الاخرين، يا بيراميدز يقع ماتش، الزمالك يقع له ماتشين والدنيا دي، وانت تكسب ال5 ماتشات بتوعك. وانا مش واثق غير في النادي ده، انا ولا واثق في لعيبه ولا في مدرب حلبسه. في حلقه امبارح قلت لك حلبسه، ولا في اي حاجه. انا مش واثق غير في النادي الاهلي. النادي الاهلي كيان الكبير اللي احنا بنشجعه، اللي فيه ناس بتموت نفسها عشان خاطره، مش شويه الرعاع اللي موجودين دلوقتي. الفرقه اللي هي الفرق اللعيبه الحلبسه اللي موجوده بمدرب حلبسه دلوقتي. الاهلي فوق الجميع، الاهلي رقم واحد، ودي استراحه محارب او وعكه صحيه بنمر بيها. والاهلي يمرض ولا يموت، وهنرجع نقف تاني على رجلينا، وهندي كل فرق الدوري وفرق القاره على قفاهم كالعاده، ونرجع تاني ناخد البطولات، ونسمع صياحكم، ونقول لكم صياحكم طرب، سواء في الدوري او في افريقيا. الاهلي فوق الجميع، الاهلي رقم واحد.